بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن محمد شريف في نادي الزمالك وغلطة خالد عبد الفتاح. للأسف الشديد كولر رافض ان يضم محمد شريف في يناير او حتى في نهايه الموسم. هو حجته ان هو بيقول لك ان الراجل ما قدمش اوراق اعتماده، وان هو يعني مستواه قليل وكده وما لعبش. ولكن برضه لما نشوف يعني احصائيات محمد شريف السنه دي، هتلاقي محمد شريف لعب كل يعني مع نادي الخليج كله من ساعه ما راح لعب 38 مباراه، احرز 6 اهداف، والسنه دي بس لعب مباراتين اتنين. هي طبعا الارقام مش زي ارقام محمد شريف، يعني انت لما اللي كانت في الاهلي، يعني انت لما تشوف ارقام محمد شريف في النادي الاهلي كانت ارقام مخيفه مهوله. يعني تخيل محمد شريف ده كان 60 هدف او 61 هدف مع النادي الاهلي في ثلاث مواسم. ما كانش بيلعب اساسي مثلا في فترات كثيره مع موسيماني، يعني في الفتره في الاولانيه مع موسيماني والفتره الاخرانيه، ومع كولر ما لعبش اساسي يعتبر موسم. فلما تقارن مده اللعب، وهبقى اجيب لكم عدد المباريات اللي لعبها في النادي الاهلي، هتشوفوا عدد. هقول لك عدد مباريات محمد شريف مع النادي الاهلي. هتلاقي يعني هتلاقي محمد شريف لعب مع الاهلي 151 مباراه باجمالي 8685 دقيقه. سجل قصادها كام هدف؟ 58 هدف، وصنع 11 هدف، وخد معاه بطولات بقى، وخد 3 بطولات للدوري الممتاز، و3 بطولات كاس مصر، ولقبين من دوري الابطال، ولقبين للسوبر الافريقي، و3 القاب للسوبر المحلي، وبرونزية كاس العالم للانديه. شايف التاريخ؟ هو نفسه محمد شريف مش عايز يضحي بالتاريخ ده. يعني هو الراجل دايما بيقول انا، يعني دايما في الحوار بتاعه انا الجنيه في الاهلي ب10 بره، ودايما كل حواراته بيقول لك انا عايز اشتغل، عايز اكمل في النادي الاهلي. ولكن كولر، يعني زي ما انت كولر عملت مثلا محمد طاهر، نقلته نقله مختلفه، وزي ما نقلت امام، وزي ما نقلت حسين الشحات، وزي ما نقلت معظم اللعيبه، واحمد عبد القادر، كل دول اتنقلوا نقله تانية، وخالد عبد الفتاح. الناس كلها دي عملت شغل معاك كبير قوي، اتنقلت مستواها وطورت في مستواها. محمد شريف لو خد منك، يعني لان هو مش هيشغل مكان، انت عندك 30 واحد في القايمه، مش هيشغل لك مشاكل كتيره، يعني مش هيمثل لك ازمه، ومش هيكلفك فلوس، ولعيب هداف وقت ما تلاقيها ما تستخدمه هتلاقيه يعني فعلا عنده سرعه وعنده حركه. وبعدين هيبقى فرق. محمد شريف هيديك الميزه. يعني انت كنت عايز مهاجم صندوق، موجود عندك وسام. ده مهاجم ممكن يلعب طرف، وممكن يلعب مهاجم وسريع، وبيقدر يكسر الاوفسايد، وفينش كويس، فينشر ممتاز على المرمى. فالنهارده يعني ممكن انت تستفيد بيه، ولو انت قعدت تقارن في المحليين كلهم هتلاقوا افضلهم. يعني انت وريني واحد فنش يعني المستوى الفينش بتاعه في الدوري المحلي كله زي محمد شريف، مش هتلاقي. انا رايي الشخصي ان كولر المفروض يجيب محمد شريف، او النادي الاهلي يجيب محمد شريف، حتى لو كولر مش عايز انا هجيبه لك، ولاعيبه او ما تلعبوش. وعندك هتستفيد مستين. انت ليه بتقوي المنافس؟ ده كان المهندس عادل القيعي زمان كان بيعمل صفقات لمجرد الصفقات. يعني انت النهارده معلش، انت راح من عندك ناصر ماهر، عبد الله السعيد، احمد حمدي، دول ادوا للزمالك قوه رهيبه ما كانش يحلم بيها، وراحوا له مجانا.
ادوله قوه رهيبه ما كانش يعرف. ليه بقى تقويه كمان بمحمد شريف، وهتقويه كمان ممكن يروح لبيرست تاو؟ لا، انت بتقوي ليه المنافس وباقل التكاليف؟ يعني لما يروحوا لشريف ببلاش، حد طول هداف مصر كده وجايب ماتشات مع المنتخب قد كده، وتعمل له وتديه بالمنافس ببلاش، زي ما وديت احمد حمدي ببلاش، زي ما راح ناصر ماهر ببلاش بكلام فاضي، وعبد الله السعيد يعتبر راح ببلاش. كل الحاجات ديت انت ليه بتقوي في المنافس بتاعك؟ يعني الزمالك كان عشان يعمل خط الوسط اللي هو موجود عنده ده كان يغيب سنين ويصرف ملايين. النهارده هو خدوا الحاجات دي يعتبر ببلاش. ف... ف... فمحمد شريف بالنسبه لك احتياط استراتيجي، هتاخده هتديله ماتشات، هيجي وهيلعب في نفس الوقت. ما بقاش قويت معلش، ما بقاش قويت المنافس بتاعي، ما تنيش اديله لما حد اعمل له الخميره يكبر. والنهارده اقوى حاجه في الزمالك دلوقتي هي خط وسطه اللي فيه عبد الله السعيد وناصر ماهر ومحمد شحاته، ومعاهم لما يرجع احمد حمدي. تخيل انت بقى لما يجي لهم كمان محمد شريف قدام، مش لاقيينه، هيلاقوا مين؟ هيلاقوا فين زي محمد شريف؟ فانت النهارده يعني المفروض اداره النادي الاهلي تعمل على كده، مش ما تضعفش يعني انا هقوي هجوم وفي نفس الوقت مش هحرم المنافس بتاعي من ميزه. فانت يعني رفض كولر بيقربوا من نادي الزمالك وبيقوي هجوم نادي الزمالك وبيعملوا احصائيات استراتيجيه. يعني لو انت قعدت تشوف مين انت وسام ابو علي لو اتصاب مين البديل؟ كهربا انت مش مقتنع بيه. محمد طاهر ما يجيش، معلش مع احترامي ليه، في الهجوم نص محمد شريف، ما يجيش واحد على 10 بيلعب في نفس المده بتاعت. شوف اهداف محمد شريف ايه واهداف طاهر ايه. طب شوف، هتقول لي ده طرف، طب شوف اهداف حسين الشحات ايه وطاهر ايه. واللي خلاك تصبر ده كله على طاهر محمد طاهر عشان يجي ويجيب فورمته دي؟ لا، ده محمد شريف باقل مجهود هيجي لك ويعمل نتيجه. تاني حاجه هنتكلم فيها النهارده، خالد عبد الفتاح كان نشر تويته بيهني بيها مروان حمدي بعيد ميلاده. انا وجهه نظري الشخصيه عادي، العلاقات الحلوه بين اللعيبه المفروض تبقى موجوده، بس اللعيب معلش اخطأ وسب امهات وسب الدين وسب الناس وعمل مشاكل كبيره. فما ينفعش ان انا ايه يعني اهنيه، ولازم يعني كده ضد اداره النادي الاهلي. المهم خالد عبد الفتاح مش مختلفين ان انت يعني العلاقات تبقى حلوه بين الناس وبعضها، ولكن ان انت معلش كده انت بتتحدى، لان شتم الجماهير النادي الاهلي بالام، وده كان وضع مش كويس. واللي زود المشكله عند الناس ان ما فيش حد لا عاقبه ولا حد قال له بتعمل ايه ولا اي حاجه خالص. ففي احتقان عند الجمهور. انت احتراما للمشاعر، اتصل عايز عادي مفيش مشكله، انت ليك علاقه بيه وكنتوا بتلعبوا مع بعض، ترفع سماعه التليفون واتصل عليه وقول له كل سنه وانت طيب. محدش هيقول لك انت قلت له ايه، لازم يعني تعملها تويته ولازم تعمل كذا وكذا. لا، احنا يعني لابد من احترام مشاعر بعض واحترام مشاعر الناس، انه راجل غلط، ايوه هو اعتذر برضه وربنا سبحانه وتعالى بيغفر، ولكن الناس نفسها ما ارتضتش عشان خاطر ان ما حدش خد حقها. فاحنا انت يا خالد عبد الفتاح، هو طبعا خالد برضو تدارك الموضوع ده ومشكور ان هو قدم بيان رسمي واعتذر فيه للناس. احنا بس بنقول لك خد بالك بعد كده، ما يعني يبقى الانسان فينا ياخد باله من الحاجات اللي زي كده احتراما لمشاعر الناس. يعني عايز طبعا العلاقات الانسانيه ديت موجوده، عايز تتصل بيه اتصل، عايز تهنيه، عايز تروح له البيت وتجيب له هديه كمان، انت حر، دي حاجه تخصك. انا مش هحجر عليك في تصرفاتك الشخصيه، ولكن في التصرفات العامه انت بس مراعاه لمشاعر الناس، مشاعر الناس اللي هي المواطنين اللي هم اتثبت امهاتهم او اتشتمت امهاتهم. فانت احتراما ليهم، انت راجل لك علاقه بيه، اتصل عليه كل سنه وانت طيب، عايز تجيب له هديه، عايز تقضي معاه يوم، انت انا مش دي حاجاتك الشخصيه ما حدش يقدر يقرب منك فيها. ان شاء الله باذن الله الاهلي عاد للتدريبات
وهيبتدي يتمرن عشان يستعد لنادي الاتحاد السكندري، وهتبتدي بقى الشغل بإذن الله. وأتمنى إن الناس في الأهلي يسمعوا كولر يجيب محمد شريف ويستعمله كاحتياط استراتيجي، و